السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غنو كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو نهار اليوم جيتكم بوصفه الرشته الجزائريه الاصيله العاصميه اللي تجيب المرقه البيضاء. كما على بالنا الرشته الجزائريه معروفه بزاف هنا في الجزائر، ومعروفه ثاني باللي هي اللي تحتلت المرتبه الاولى عربيا والسابعه عالميا. واليوم جيت نحضرها معكم بطريقه مفصله هنا في قناتي على اليوتيوب، خاطش البارح كنت حطيتها معكم في الانستغرام وفي تيك توك، وقلت نعاود نحطها لكم هنا بالتفصيل هنايا في اليوتيوب مع طريقه كيفاش ندير المرقه تاعي وكيفاش تجيني خاتره وتجيني بنينه، مع واحد السر اللي راح نعطيه لكم اليوم باش ديروه في المرقه تاعكم. قبل ما نبداو في الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد راح نحطه هنا في القناه تاعي بطريقه مفصله. الحاجه الاولى اللي نحكموها نروحوا نجيبوا الطنيجره تاعنا مع الكسكاس مع الغطاء تاعو. اكيد انا نحطها فوق نار تكون متوسطه. نروحوا نجيبوا هنا نحو الكسكاس تاعنا خاطش ما نسحقوهش، مازال باش نسحقوه. نروحوا نجيبوا الطنيجره تاعنا. من الافضل تكون طنيجره شويه ثقيله، انا ما نحبش نخدم بزاف حاجه خفيفه، من الافضل تكون ثقيله شويه. هنا درت مغرف كبيره تاع السمن، وسمحوا لي شويه على الصوت تاعي خاطش راني مبحبح شويه، ما على باليش علاه. كل ما نوض مع الصباح نلقى صوتي مبحبح، ما على باليش علاه. من بعدك باش يروح دوك رانا مع الصباح على بها راهو صوتي مبحبح، راني نسجل لكم في هذه الوصفه. هنايا بعد ما درت مغرف كبيره تاع السمن درت لها شويه تاع الزيت باش ما يتحرقناش السمن تاعنا. نجيب قطع الدجاج تاعنا اللي كنت نقيتهم مليح وغسلتهم بالماء وشويه تاع الخل. هنا نقيتهم مليح، هنا خليتهم بالجلده ودرت زوج قطع بلا جلده خاطش كاين في الدار اللي ما ياكلوش الدجاج بالجلده تاعو، وانا نحبه بالجلده تاعو. هنا الحاجه الاولى نقلو مليح هذاك الدجاج في هذاك السمن والزيت. هنا لازم يطلق كاع البنه تاعو هذاك الدجاج في هذاك السمن. بعدها باش نروح نجيب البصل تاعي. هنا حكمت حبه بصل تكون كبيره، معناتها حبه بصل تكون كبيره، نصها قطعته رقيق رقيق ونصها الاخر سكرفشتو. انا دائما هكذا في الطياب تاعي، نص الحبه نقطعها انا رقيقه ونصها نسكرفجو، ولا ترحوها كما تحبوا نتوما. نقلي مليح هذاك البصل مع هذاك الدجاج حتى وين يدبال هذاك البصل، يدبال لنا شويه معناتها يطلق روحو. وهنا نجي ندير التوابل تاعي. هنا حنا الرشته ما نديروش فيها توابل بزاف، المرقه البيضاء كيما على بالنا ما فيهاش توابل بزاف. فيها هنا درت شويه تاع الملح، شويه فلفل الابيض، شويه تاع قرفه بودر، معناتها قيس نص مغرف هكذاك قرفه بودره. وما ديروش قرفه بودره تكون لونها كحل بزاف خاطر راح تكحل لكم المرقه تاعكم. خيروا القرفه بودره تكون لونها فاتح شويه. ودرت عود تاع قرفه اكيد باش يزيد لنا البنه، خاطر لو كان تكثروا بزاف من القرفه تاع البودر راح تكحل المرقه ما توليناش المرقه بيضاء. كوم خيروا تكون البودره تاع القرفه تكون شويه فاتح اللون تاعها. هنا نقليهم شويه ونروح نقول لكم السر اللي نديرو في المرقه تاعي باش تجيني بنينه وخاتره ويجي المذاق تاعها بزاف هايل وتجيكم ثقيله. هنا نجيب حبه تاع اللفت اللي كنت نقيتها تكون متوسطه، حبه تكون متوسطه نسكرفجها رقيقه هكذا بهاد السكرفج رقيق، نسكرفجها هكذا مليح، راح تعطيكم واحد البنه للمرقه تاعكم وتخثرها لكم بلا ما ديروا الفرينه بلا والو. هنا بعد ما رحيتها هكذاك سكرفجتها عفوا نقليها شويه. وهنا نجيب الحميصه تاعي اللي كنت شمختها من قبل، ولا طيبوها وحدها وتزيدوها في الاخر. انا هنا شمخت الحميصه تاعي ونحطها في الكونجيلاتور، كي نسحقها نجبدها. قليتهم شويه كامل هكذاك. وهنا جيت نمرق بالماء، لازم يكون سخون وما تمرقوش في الوسط، ما تمرقوش فوق الدجاج، مرقوا في الكوتي معناتها في وين ما يكونش بلاصه تاع الدجاج في الكوتي هكذا حتى وين يغطي لكم كامل الدجاج تاعكم. نغطي كامل الدجاج بالمرقه، مرقوا حتى وين يتغطى الدجاج تاعكم. هنا نقلبوهم شويه ونجو نغطوها ونخلوها الطيب. ما بين نروحو نفورو الرشته تاعنا. هنا دوك نعطيكم بعض النصائح باش تروحو كي تروحو تشرو الرشته. هنا نجيبو الجفنه تاعي نحط فيها باكي، انا حطيت فيها هنا باكي تاع الرشته، درت باكي يكون كبير. من الافضل تكون الرشته دائما مخدومه بالدقيق. من الافضل تاني ديروا الرشته تكون مخدومه في الدار، معناتها خادمينها في الدار ماشي خادمينها المصانع تاعنا. معناتها كي تكون مخدومه في الدار. انا هديه رحت واحد البلاصه في سحتو هذا يبيعوا غير هاد الحاجات تاع تقليديه تختوخه والاخر. انا نحب نشري من تما الرشته تاعي خاطر على بالي بلي يجيبوا تاع الدار. حليتها مليح كيما راكم تشوفوا. وعلاه الرشته اللي تكون مخدومه بالدقيق تجي مليحه، تجي بنينه وتجي خفيفه، معناتها تطلق روحها ما تجيش ديك اليابسه. هنا درت لها شويه تاع الزيت، معناتها ديروا لها حوالي زوج مغارف تاع الزيت يكونوا كبار ولا ثلاثه. وهنا ندخل مليح الزيت بلا ما تحكوها بلا والو، غير هكذاك تقعدوا غير تطلعوا فيها وتهبطوا حتى وين يدخل هذاك الزيت مليح. نجيب الكسكاس تاعي باش نديرها تفور. وانا الرشته تاعي دائما نفورها فوق المرقه باش تجي بنينه وتجي نكهه هايله. درتها في الكسكاس ونروح نديها للمرقه تاعي. ما بيت الدجاج راهو يطيب خاطش هاد الدجاج من بعدك نحوه باش نروحو نحمروه، ولا تحبوا تخلوه هكذاك.
انا هنا حطيتها فوق الطنجره تاعي تاع المرقه ونغطيها ونخليها تفور التفويره الاولى. كيفاش تعرفوها بلي فارت؟ تشوفوا الغطاء تاعكم كي يبدا يخرج، كي تشوفوا البخار غطى كاع الغطاء تاعكم، معناتها الغطاء تاعكم هذاك تاع السجاد كي يولي كاع بالبخار وهكذاك القطرات تاع الماء، معناتها فارت التفويره الاولى وتشوفوا الفوار يخرج منها. هنا حطيتها ملحتها، وهنا نروحوا للماء. هنا ما تكثرولهاش الماء باش ما تعجن لكمش. انا درت حوالي نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع الماء وما كملتوش. معناتها علاش؟ خاطر الرشته تاعي مليحه ومخدومه بالدقيق، معناتها تشرب لي. وشوفوا كش تلقى روحها غير من التفويره الاولى تلقى روحها. ندخل مليح هذاك الماء نخليها تشرب شويه باش نحطها في الكسكاس تفور التفويره الثانيه. بعد ما تفور التفويره الثانيه بنفس الطريقه نحطها في الجفنه تاعي. وهاد الخطره تحبوا تديروا شويه ماء ولا تحبوا ديروا المرقه. كيما انا نحب ندير المرقه، نحيت قيس غراف تاع المرقه هكذاك وما ديروهش كامل باش ما تعجن لكمش. قلت لكم ما تمخوهاش بزاف اذا كانت النوعيه تاعها تكون مليحه. كيما هذه شوفوا تلقت لي روحها غير من التفويره الثانيه نقدر نحبس. برك انا حبيت نزيد لها التفويره الثالثه. انا تعجبني الرشته كي ندير لها التفويره الثالثه. هنا قلت لكم شمختها بديك المرقه شويه، خليتها تشرب شويه ديك المرقه ودرتها في الكسكاس باش تفور التفويره الثالثه. فورتها التفويره الثالثه، وهنا بعد ما فارت لي خلاص كامل جيت درت لها مغرف كبيره تاع الزبده. ندخل مليح ديك الزبده في هذيك الرشته، خاطر الزبده تعطيها بزاف بالنهايله وتردها خفيفه وتجي تزلق. هنا جبت شويه تاع المزهر رشيتو عليها وندخل مليح هذاك المزهر فديك الرشته وتكون واجده هكذا. حنا في الجزائر العاصمه نديرو مزهر، كاين اللي يدير وكاين اللي ما يديرش، دوكا كل واحد كش داير. برك هنا في الجزائر العاصمه كما نعرف من جهه هذه في معناتها العاصمه نديرو المزهر. هنا بعد ما طاب لي الدجاج تاعي نحيته من المرقه حطيته في سنيوه وندهنو هنا بالزبده. انا نحب نحمر الدجاج تاعي في كامل الاطباق التقليديه، ما يمكن نقولوا الجوازات نقولوا الكباب، نحب نحمر الدجاج تاعي. دهنته بالزبده وندخلوه للفرن يكون مشعول غير من الفوق على 180 درجه، نخليه يتحمر عفوا بعقله تاوني يديلو الشباب. هنا نروح نجيب الخضرات تاعي، جبت القرعه واللفت اللي هما معروفين نديروهم في الرشته، وكاين اللي يديروا غير اللفت معناتها ما يديروش القرعه. انا نحب بزاف القرعه، العكس ما نحبش بزاف اللفت. برك اللفت يعطي بنا بزاف هايله الرشته هو الاساس تاعها. هنا درت لهم الملح ودرت لهم الفلفل الكحل. علاه ندير لهم الملح والفلفل الكحل؟ باش ما يجوناش صامتين في الطياب، تجينا يجونا بنان، معناتها الخضره تاعنا تجينا بنينه. هنا زدت مرقتهم شويه تاع الماء قيس ما يطيبوا، خاطش كيما تعرفوا القرعه واللفت هما اللي نطيبوهم الاخرانيين كامل، خاطش ما فيهمش الروح يطيبوا تمتم. غطيت عليهم ونخليهم يطيبوا وهكذاك تكون المرقه تاعنا واجده. هنا رحت جبت انا قدمتها في هذا الطاجين الابيض تاعي، وكل واحد كيفاش يزينها. انا نحب نزينها بهذه الطريقه ونقدمها من الفوق برشه تاع القرفه والمرقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. اذا عجبوكم عفوا هذا النوع من الوصفات التقليديه قولوا لي في لي كومونتير، نزيد ندير لكم وصفات تقليديه كما الطعام الابيض اللي معروف في الجزائر العاصمه، وفي وصفه اخرى ان شاء الله.